تعالي اوريكي بقى طريقتي بتطلع معاكي في منتهى الروعة، من غير بقى زفارة نهائي نهائي ومن غير اي ريحة. هنشيل اي حتة حمراء تقابلنا بالمنظر ده كده، وهنبتدي نقطع الكمية كلها مكعبات صغيرة. مهم جدا تتقطع مكعبات صغيرة عشان تبقى سريعة معانا في التسوية. بعد ما قطعنا الكمية كلها هنجيب بقى مصفى محطوطة في طبق عميق كده، وهننزل فيها بمية فترة، وهننزل في المية دي بربع كوباية من الملح وربع كوباية من الخل. الملح والخل دولت هيفرقوا جدا في النتيجة. اولا هتطهرها، ثانيا هتسحب اي ريحة فيها وهتسحب اي زفارة موجودة فيها. هنفضل سايبينها في المية دي منقوعة اقل حاجة ساعة كاملة. بصي بقى منظر المية تطلع معاكي بالمنظر ده. مش بس كده، هناخدها كمان بقى نشطفها تحت المية الجارية حبة حلوين كده لحد ما تبقى معاكي بيضة وزي القشطة كده بالمنظر ده. هنجيب بقى حلتين على النار، مش حلة واحدة، هنقسمها على حلتين عشان عايزينها تاخد نص الحلة بالمنظر ده كده. هنجيب بقى في كل حلة نص كوباية مية، دي كوباية صغيرة ما تعادل نص كوباية مية، وهنغطي عليها ونسيبها على نار هادية تماما. مهم جدا تهدي النار عليها تماما. هتبتدي بقى تنزل كل الزيوت اللي فيها. بصي الأول المية بتسويها كوباية المية الصغيرة دي، وبعد كده بقى بتتبخر المية وبتلاقيها اتحولت معاكي لأحلى سمنة تقدري تعملي بيها كل الأكلات، اللي طبعا ما عدا الحلويات. أي أكلة بنستخدم فيها لحمة، يعني نقدر نستخدم فيها لحمة، اللي هو أي طبخة ملوخية حاجات زي كده. بصي بقى دي هنا بعد نص ساعة على نار هادية اتحولت معايا بالمنظر ده كده. هي لسه ما استوتش، هنسيبها حبة كمان لحد ما تتحول لونها. هوريكي منظرها دلوقتي لونها هيتحول ازاي. اهو كده تمام كده استوت. هنبتدي بقى نصفيها كويس جدا وناخد السمنة بتاعتها، والنتيجة هتبهرك بمعنى الكلمة. هتشوفي منظر السمنة عاملة ازاي بعد ما تبرد، رهيبة. هجيب بقى في كل حلة كوباية زيت، كوباية زيت باردة عادي. بصي المنظر تجنن. هنجيب بقى بطرمانات ونحط فيها السمنة بتاعتنا، وهنسيبها تبرد تماما، وهوريكي النتيجة بعد ما تبرد عاملة ازاي. بصي اصلا صافية ازاي وعاملة ازاي منظرها رهيبة، غير انها مفيدة جدا جدا جدا. اللي يقولك غير صحية المعلومة دي خطأ. ابحثي كده ودوري على فوائدها، طلع عليها فوائد عظيمة ومفيدة جدا، افيد من السمنة المهدرجة. بصي عاملة ازاي. وخطوة الملح والخل بيشيل منها اي زفارة واي ريحة. بصي عاملة ازاي بعد ما بردت، بجد رهيبة. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. شايفة لونها عامل ازاي، وشايفة عملت معايا كمية قد ايه. عايزة اقولك البطرمانات دي كبيرة، دي كوباية. الحبة اللي اتبقوا ما كانش عندي بطرمان حطيتها في كوباية. مستنية رأيك.